ينفع يعني كده يا جماعة المنظر ده؟ أنا عايزة أقول لكم إنه هيتحول للمنظر ده بطريقة خطيرة. بنتي بقى دخلت عليا وأنا قاعدة كده وكنت بكلم واحدة صاحبتي، راحت قالت لي أنا مش عايزة أروح المدرسة تاني يا مامي خالص، صحابي بيتريقوا على شعري بيقولوا لي شعري أكرت وإفريقي هو وحش جدا. راحت صاحبتي قالت لي أنا بنصحك بقى بمجموعة الباروكة هتحول شعرها. بصوا يا جماعة الضفيرة الشعر باين إنه محروق ومتهالك جدا. رحت قلت لها يعني مجموعة الباروكة هترجع شعري بنتي حلو؟ قالت لي مجموعة الباروكة دي خطيرة. المجموعة دي عبارة عن أعشاب مغربية وهندية، بتحتوي على إيه بقى؟ كريم الباروكة وحمام كريم الباروكة والبلسم بتاع الباروكة وشامبو الباروكة. قلت طيب اللي هيبين لي المجموعة دي حلوة ولا لأ لما أجربها على شعر بنتي. من الآخر كده يا جماعة التجربة خير دليل. رحت جايبة شعر بنتي والتوكة ما كانتش بتتخلع منه بصراحة بأمانة، كان شعرها بشع بشع بشع، مش عارفة ازاي وصل للمرحلة دي. بصوا كمان من جوه عامل ازاي ومتلعبك. رحت جايبه بلسم الباروكه اول حاجه خالص وقلت هسيبه على شعرها من 3 ل 4 دقايق. ابتديت ان انا املي شعرها كده بالبلسم كميه بسيطه مش كتير. بصوا شايفين اهو، ابتديت ان انا احط البلسم على شعرها وهسيبه من 3 ل 4 دقايق، وهبتدي ان انا اسرحه كده بالراحه خالص عشان شعرها ما يوجعهاش لان شعرها متلعبك في بعضه. بصوا ابتدى يتفرد ازاي. لو لسه بتتفرجي بقى اعملي لايك، وعايزه اقول لك المجموعه دي تنفع للشعر اللي معمول بروتين، معمول صبغه، اي نوع شعر في الدنيا. الاطفال من عمر سنه ينفع لها المجموعه دي جدا عادي جدا. سبته كده 3 4 دقايق وجبت الشامبو كده وابتديت ان انا اغسل لها بيه شعرها، وسبته برده على شعرها دقيقتين ل3. وهنا بقى يا جماعه غسلت شعرها وابتديت ان انا احط لها حمام الكريم. حمام الكريم ده عايزه تحطيه دقيقتين ل3 ماشي، عايزه تسيبيه ربع ساعه ماسك كده على الشعر ماشي. يا لهوي يا جماعه على الطريان والزبده، الحمام الكريم ده عامل زي الزبده على الشعر. ما كنتش اتخيل انه يحول شعرها بالطريقه دي. بصوا ابتديت ان انا اسلك لها شعرها كده اهو، والشعر كان سالك معايا جدا وطري جدا وناعم جدا جدا، ما كنتش مصدقه. بصوا هطلع لي بقى الشعر اللي واقع كله، وابتديت ان انا اغسل لها شعرها. انا سبته بالظبط 3 دقايق على الشعر. عايزه اقول لكم ان لما سبته 3 دقايق على الشعر حول شعرها تماما، شعرها بقى فعلا باروكه، يعني فعلا الاسم المجموعه على مسمى. بصوا بقى هنا جبت بقى شعرها، ابتديت بقى ان انا كده سرح لها شعرها. شعرها بقى طري وناعم جدا جدا والكسره اللي فيه خفت خالص. جبت كمان الكريم بتاع الباروكه ورحت دهنته لها. عايزه اقول لكم شعرها اتحول تماما زي ما انتم شايفين كده، والله بقى باروكه يا جماعه. ده الشامبو وده الكريم اللي انا استخدمته وده حمام الكريم والبلسم. بصوا بقى الضفيره بقت حلوه ازاي، الحمد لله. اخيرا بنتي بقى قالت لي انا هروح المدرسه اخيرا يا ماما، وكانت مبسوطه جدا. عايزه اقول لكم ان المجموعه خطيره ووهميه بجد يا جماعه، وسعرها على قد الايد جدا بجد بجد. حولت شعر بنتي تماما والتجربه خير دليل. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. باي باي.